يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا، والشمس اهي طالعة وضحاها، والطير اهي سارحة في سماها، يلا معاها يلا معاها يلا معاها. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. يا هناه اللي يفوق من نومه قصد ربه ناسي همومه. يا هناه اللي يفوق من نومه قصد ربه ناسي همومه، يفرح قلبه يسعد يومه، يفرح قلبه ويسعد يومه، فرحة طول عمره ما ينساها ولا يسلاها ولا يسلاها. والشمس اهي طالعة وضحاها، والطير اهي سارحة في سماها، يلا معاها يلا معاها. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. يا صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا على عيونكم انتوا. النهارده روتين جديد وفيديو جديد، اتمنى الفيديو يعجبكم. يلا لو لسه اول مره تشوفيني، انا شوشو، دي قناتي. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل حاجه جديده بنزلها. النهارده الروتين بتاعي كده تكمله الروتين اللي فات، بس انا حبيت ان انا اقسم لكم الروتين على 2 عشان ما يبقاش معاكم طويل، عشان في ناس مش بتحب ان انا اجري الفيديو ومش بيحبوا الفيديوهات السريعه. فانا قلت بقى اعمل لكم روتين على هادي يا زبادي، روتين واحده واحده كده، ايه بالراحه، ومش عايزه اجري منه اي حاجه، على قد ما بقدر ما بجريش منه. طبعا انا دخلت بقى على اوضه الاطفال، هي طبعا زي ما انتم كنتوا عارفين ان انا كنت عامله فيها روتين تنظيف عميق، فده روتين اليومي اللي انا بعمله بقى كل يوم. الولاد نزلوا، بس طبعا انا يوم فيه ويوم ما فيش بحاول ان انا اغير ملايات الفرش، الملايات بتاعه السراير كلها. يعني انا ما بسيبش الملايات عندي فتره طويله على السراير، انا بحب اغير الملايات على طول. طبعا الولاد يا دوبك نزلوا من هنا، وانا رحت شايله الفرش بتاع السراير ورحت حاطه سايباه كده، فاتحه الشبابيك وسايبه الدنيا تهوي، عشان لما اجي احط الفرش الجديد يبقى الدنيا عندي متهويه ومتعطره. وطبعا مكان النوم كده بيبقى فيه روايح كده غريبه انتوا عارفين، فبحب ان انا اهوي طبعا الاوضه واغير عندي ايه الملايات. فاول حاجه فكرت ان انا اعملها، قمت طبعا زي ما انتوا شفتوا كده عملت بقى كوبايه القهوه بتاعتي. كنت حابه ان انا اشاركها معاكم، بس للاسف قلت والله العظيم لا هصورها لكم زي ما هي. وطبعا كانت اول مره تحصل ان هي تفور معايا على البوتاجاز زي ما انتوا شفتوا، بس طبعا عشان انا كنت ناويه اصور لكم واشارك معاكم الفطار بتاعي واشارك معاكم يومي، فقلت هينزل زي ما هو. والنبي لو كانت طالعه حتى من بصوا ميه كده بسكر كنت هصورها لكم وهشاركها لكم. انتوا خلاص بقيتوا عيلتي التانية، وانا ما بتكسفش منكم. كل بص على عينك يا تاجر. كده كده في الاخر بصوا لو ايه باللذي شربتها وكان طعمها حلو قوي. وطبعا انا بحب ان انا اعملها كده، كنت شايفه الطريقه ديت على النت من حد يعني بروفيشنال في اعمال القهوه بيعملها، فهو بيرجرجها كده بايديه فبتعمل وش. يعني انت لو بتقلبيها بالمعلقه مش هتعمل وش زي ما انت ما هتعمليها كده. فانا بحب ان انا اعملها كده برجرجها كده بايدي عشان يطلع معايا الفوم بتاعها كده عالي، وبيبقى طلع معايا الوش جميل. حتى بصوا بعد ما فارت كانت عامله ازاي، وكانت طعمها حلو قوي 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 قوي.
طبعا انا مش محتاجه ان انا اقول لكم، لان طبعا دي القهوه دي بتجري في دمي، فانا محقونه كده بالقهوه. فبصوا زي ما قلت لكم، هي لو ايه باللاز دي انا كده كده كنت هشربها. فكان عندي حتتين جاتوه كده، رحت حاطه حته ليا، وكان معايا حمزه رحت حاطه حته لحمزه، وخدت الحاجه وطلعت انا وهو بقى ايه نفطر كده بقى. طبعا بتنفس كده ايه الهوا نقي، هوا الصبح ده جميل زي ما قلت لكم، الصحيان بدري ده حاجه حلوه جدا. فطبعا انا اليوم ده ما نمتش، فرحت مخلصه بقى ايه، قلت بقى اشوف ايه اللي ورايا. وزي ما اتفقت معاكم كنتوا في الفيديو اللي قبل كده ان انتوا تقوموا بدري وتخلصوا كل اللي وراكم، هتلاقي نفسك انجزتي حاجات كتير قوي ومش هتاخد وقت معاكي. وطبعا كل يوم اعملي روتين في الشقه، يعني في اوضه عندك من الاوض، مش كل يوم بقى تغيري الملايات وكل يوم تشيلي الفرش وكل يوم. وزي ما انا قلت لك عينك فيكي، شوفي ايه اللي ناقصك وايه اللي عايزه يتعمل واعمليه، وشوفي ايه اللي ناقص بيتك واعمليه، وشوفي انت، شوفي يعني انت بيتك ودي مملكتك، وانت اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. طبعا هتقولي لي ايه شوشو كل الملايات وكل الدفايات دي في ايه يا ست الحاجه، احنا لسه ما جيناش للشتاء. هقول لك والله يا اختي، انا بصي انا واحده كده طول الليل حرانه عم الحاج، سقعان عم الحاج، اشغل المروحه يعني اتحر، اشغل المروحه اسقع اتغطى. طب هنعمل ايه؟ ما هو كده الخريف مدوخنا معاه لحد ما يجي الاستاذ الشتاء اللي هيجي بقى السنه دي. بصوا يعني هنلبسه كده في البطاطين دي في دماغنا، مش الشرابات في رجلنا، هنلبسه الشرابات في ودنا، لان هو طبعا الشتاء هيبقى شكله جامد قوي علينا السنه دي. فربنا يستر من اللي جاي، وربنا يستر من ايامنا كلها اللي جايه وزي ما قلت لكم كده، ربنا يجعل ايامنا كلها خير وفرحه وهنا وسعاده عليكم وبصوا كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له، وربنا يجعل كل ايامكم سعاده وهنا وخير وافراح وحاجات حلوه كتير، ربنا يستر. المهم هنا رحت فرشه الملايات، ورحت بقى حاطه الدفايات كده. طبعا بدر ما بيحبش، بصوا بدر عشان مولود في نص الصيف ما بيحبش ان هو يتغطى، حتى في الشتاء ما بيحبش الغطا خالص، فانا بطلع له كبرتيه كده يتغطى بيها. لكن كنزي وادهم ان هم بيحبوا يتغطوا بالدفايات، حتى عندي على السرير عندي حطيت دفايه كده، لان انا زي ما قلت لكم ان انا بسقع بالليل، يعني ساعات بقوم الساعه 3 بالليل او 4 بالليل، ان انا تك 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 عارفين انتوا السقعه والرعشه دي. وزي ما قلت لكم حران عم الحاج سقعان عم الحاج، فالحمد لله. طبعا هنا الاوضه ما كانش محتاجه ان هي اعمل فيها حاجه غير ان انا اغير الفرش. الخشب عندي زي الفل، النجف زي الفل، الحيطان زي الفل، الشبابيك زي الفل. طبعا ما كانش فيها حاجه، كان لازم ان انا المها وافرش لهم بقى الفرش، ان انا كنت شايله الفرش اللي على السراير، وفرشت بقى فرش السراير، وفرشت فرشه نظيفه، بحيث لما الكتاكيت الحلوين الامارات الشاطرين يرجعوا من المدرسه يلاقوا اوضتهم مترتبه. اول حاجه ببدا بيها في يومي هي اوضه الولاد، ولو اوضه النوم مش نايم فيها حد ببدا فيها اوضه النوم، حد نايم فيها يبقى خلاص كده ممنوع بصوا الاقتراب والتصوير زي ما بيقولوا لو في حد نايم فيها. فهنا عندي اوضه الاطفال لازم ابدا بيها، بحيث ان الولاد لما بيرجعوا من المدرسه يبقى الاوضه عندي زي الفل، يخشوا كده على اوضتهم عدل زي ما هم كده، يا دوبك يقلعوا الشوز بره ويخشوا يجري على اوضتهم. ما لاقيش عيل بقى منهم راميلي شنطه في الريسبشن والشوز في الريسبشن وشراب هنا وبنطلون هنا. عودي ولادك، عوديهم بصي هترتاحي جدا 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 جدا. هنا بقى بعد ما خلصت اوضه الاطفال وقعدت بقى شويه كده، كان عندي شويه غسيل غسلتهم وشويه غسيل نشرتهم، ونزلت بقى جبت كنزي من المدرسه، رحت بقى محوده على السوق، قلت بقى ايه ادلعهم كده النهارده واجيب لهم شويه جمبري كده وكابوريا بقى، وناكلوا اكله سمك كده، عشان عارفه ان السمك بيفتح الذاكره، وهم طبعا داخلين على مدارس زي ما قلت لكم، داخلين على مذاكره وداخلين على مرار طافح، فلازم الذاكره عندهم تتنشط كده، فقلت نشطهم بقى بشويه سمك كده. طبعا المكسرات والسمك والكاجو كمان حلو قوي بيفتح الذاكره كده. فعلى قد ما تقدري، يعني انت لو مقدرتك ان انت تجيبي سمك او جمبري او كاجو مكسرات، اديهم مكسرات على طول اكليهم، لان طبعا ده بينشط الذاكره. لان انا زي ما قلت لك هم الغباء بيمسكهم، الغباء اللي في العالم كله بيمسكهم وقت ما بتقول لهم يلا حبايبي عشان نذاكروا، يلا حبايبي عشان نعملوا الهوم ورك بتاعنا، تحس ان الغباء اللي في العالم كله مسكهم. هنا بقى جبت بقى جمبري وجبت كابوريا بعد ما غسلتها كويس. طبعا الجمبري بتاعي كان الراجل منضفهولي، لان بيبقى فيه كيس رملي كده في الظهر، انا الصراحه مش بعرف اعمله، فالراجل هو اللي بيطلع لي الكيس الرملي اللي في الظهر ده، وانا يا دوبك غسلته بقى بدقيق وملح وليمون كويس جدا، وكنت نقعاهم بقى كويس جدا، وبعد ما نقعتهم رحت راجعه تاني
غسليهم بقى كويس جدا، واحط فيهم شويه ميه، واحط بقى بصل، عايزه تحطي طماطم حطي، بس انا بستكفى كده يا دوبك. بص انا بعملهم كده كلهم كده كله على بعضه كده كده، شقلب واقلب، وبرفع على النار. وهو دي الطريقه بتاعتي، ما بفتكس يعني، انا ما بعملش اي يعني افتكاسات. انا بحط البصل والشطه والكمون. السمك بيعشق حاجه اسمها شطه وكمون وتوم. السمك بيعشق شطه وكمون وتوم وكزبره. انا بقى بس ما حطيتش غير البصل والشطه والكمون والثوم والكزبره على ده وعلى ده. وهزود بقى ميه، عايزه تحطي ميه سخنه حطي. انا بصراحه ما حطيتش ميه سخنه، انا حطيت يا دوبك غطيته كده بالميه ورفعته بقى على نار هاديه وهسيبه يستوي. كان طعمه حلو وعمل شوربه طعمها حلو قوي قوي قوي، وما افتكستش فيه اي حاجه يعني. انا رفعتهم كده لان طبعا خلاص كانوا الولاد جم وخلاص كانوا ناقصين ساعتين 3 وينزلوا على الدروس، فما كانش فيه وقت معايا. فقلت بقى ان انا انجز اعملهم بالطريقه دي. لكن انا ساعات بقى بقعد اخلي الجمبري واعمله في الرز، واخلي الجمبري واعمل كشك، واخلي الجمبري واعمل مش عارفه. فقلت لا يعني هو كده ايه حلو قوي كده يا دوبك كده على السريع، روتين زي ما قلت لكم، روتين هادي يا على هادي يا زبادي. بعد ما هنا بديهم بقى بقعد اقلبهم كده. انا بحب اعمل الطريقه دي عشان اقعد بقى ايه اقلب بقى، اقعد اقلبهم كده اهوت. بس انت خلي بالك وانت بتعملي كده، لان انا مره اتقلبت الميه عليا فحرقتني لحد دلوقتي، الحرقه معلمه في دراعي بسبب الحركه دي. بس وهسيبهم كده على نار هاديه ان هم يستووا. وطبعا الاستاذ بدر كالعاده ما بياكلش الرز اللي بالصياديه، ما انا قلت اعمل له شويه رز ابيض وهعمل لينا شويه رز صياديه. انا بعشق جنب السمك، بعشق حاجه اسمها رز الصياديه. الرز الصياديه بقى ايه، بحب ان انا احرق البصله قوي، مش تحرق ان هي تولع يعني وتلاقي طالع منها نار، لا يا دوبك ان انتي تلاقيها شمتي قبل ما تشمي ريحتها يعني. انت مع مره على مره، لان في ناس كتير قوي يا بتخلي الرز ابيض يا بتخلي الرز مولع وشايط نار. فانت شوفي مره على مره هتتعودي. بس طبعا هو الرز انا ما بخليش البصله تتحرق مني خالص، مش نولع فيها يعني. بخلي يا دوبك البصله تطلع ريحه كده انت تشمي ريحتها، بعدين بنزل عليها بالميه. هنا بقى ايه، قلت اعمل شويه رز ابيض ابيض عادي، ما عملتش اي افتكاسات. عملت شويه رز ابيض وهسيبه كده، اوطي عليه النار وهسيبه كده على نار هاديه برده. هنا البصله برده على نار هاديه وهسيبها لغايه اما تتشرب خالص. وبصوا هي كده بدات، بس طبعا ده مش لونها اللي هو عايز يتعمل لسه، ان لونها عايز يتحرق شويه عشان تطلع معاكي رز صياديه اسكندراني. رز بقى الصياديه بتوع الناس الاسكندرانيه، اسكندرانيه يعني سمك، الاسكندرانيه يعني سمك. فالسمك دوت، فمش عارفه ازاي الناس الاسكندرانيه ما بتاكلش السمك زي بدر وبابا. بدر وبابا ده ما اعرفش ما بياكلش السمك يعني، ناس غريبه الصراحه والله العظيم. هنا رحت عامله بقى، بصوا البصله هنا عملت ازاي، يا دوبك البصله كده احمرت معايا وانا عارفه بقى شكلها. ورحت نازله عليها بكوبايتين بقى 3 كوبايات كده من الميه، وهسيبها تغلي. واحط بقى ايه، حطي بقى حطي كمون، مش هحط شطه عشان ما يبقاش حامي على الولاد. حطي كمون، حطي كزبره، حطيت شويه ملح كده. هو زي ما انا قلت لك السمك يعني شطه وكمون وكزبره وتوم. حطيت بقى الملح بتاعي وحطيت الكزبره بتاعي، يا دوبك هتاخد غلوه كده في التانية. وهغسل بقى الرز واروح سقطاه، وبعدين هسيبها بقى يتشرب خالص، وبعدين اركنه بقى على عين نار هاديه كده لحد ما يقول انا تمام كده زي الفل. الفيديو النهارده لطيف ظريف خفيف حلو قوي. بصوا ده الاكل بتاعي، بصوا الرز بعد ما استوى، بصوا الجمبري يا سيدي يا سيدي، يا تكته يا حركاته يا سلام. هنا الجمبري بتاعي، وهنا الرز الصياديه. رز الصياديه انا بصي لو رز صياديه كده لوحده انا بموت فيه، لوحده كده بموت فيه. وده كان الاكل بتاعي. بصوا جايبه عملت الرز الابيض ورز اللي هو الصياديه، وعملت الجمبري والجندفلي، وكنت جايبه سمك شوي من بره كان جاهز كده وانا جايه، قلت اجيبه عشان اللي ما بياكلوش جمبري ياكلوا سمك مشوي كده. كنت جايباه من بره، ما كنتش عاملاه في البيت. وطبعا على ما كان النور عملها معانا، فعلى ما اشرب كوبايه الشاي بتاعتي يكون النور جه، اقوم بقى اخش على المطحنه والمعجنه بتاعه المطبخ ده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير، هتوحشوني. الى اللقاء.